من كنت صغيرة كنت حاسبة الأب أنه هو الأمان وهو الشي اللي منكون ما منخاف من حتى حاجة، لكن للأسف أب نتاعي كان عكس هذا الشي، لأنه نتاع الصح عينيه كانوا مسكرين. أهلين بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم قصة جديدة من قصص المتابعين اللي حكتها لي واحدة الطفلة يسموها وسام. قبل ما نسمعوا قصة وسام مع بعضنا ما تنساوش لايك للفيديو، أبوني للقناة، وتفعلوا زر الجرس هكذا نستمر في عالم رواية القصص. اسمي وسام، عمري 20 سنة، من الجزائر. أنا هي الصغيرة في اخواتاتي، عندنا غير البنات. نسكن في قرية صغيرة. ماما عايشة الحمد لله، وبابا يروح بالسيف للأضرحة نتاع الولات، يعني أضرحة الشرك بالله، ويسبع الوعدات ومتأثر بقصص الكنوز المدفونين في الأرض والذهب. عنده جماعة صحابه كل خطرة وين يروح يحوسوا على الكنوز، يروحوا للجبال والمناطق الخالية يقعدوا بالسمانة، وإحنا مخلينا بلا مصروف في الدار. ماما وحتى خوالي حكموه وهدروا معاه وقالوا له خليك من هذه الأمورات، راك تخلط في صوالح ما همش مليح، والناس هذو اللي راك تمشي معهم قادرين يقتلوك ولا يأذيوك ولا حتى تجيب المشاكل روحك ولا دارك. بالصح هو ما سمع لهمش، نقول لهم راني قريب نلقى كنز ويوليو عندي دراهم كبار. المهم عيو ينصحوا فيه، ما حبش يفهم. حتى الواحد النهار راح لواحد الوالي هو وصحابه، جا واحد الانسان ثم قال انا الشيخ المرابط وعندي خدم ونجبد الكنز وين يكون. وقال البابا عندك سحر قديم قفل لك عينيك ومتلف لك رايك وما يخليك لا تخدم ما يخليك تدير والو. بابا على ايمانه ضعيف ومتاثر بهذو الصوالح قال له ايه ماكش غلط. ايه تاثر بيه وقال له يا شيخ راني نحوس عليك الكنز. الشيخ هذاك قال له ماشي مشكل، نثبت لك الكنز، بصح لازم الشروط. اولا جيبوا لي الدراهم انت وصحابك، ومن بعد لازم نحيلك السحر اللي راه في دارك، ومن بعد باه نقدر نجبد لك الكنز. بابا وافق وجابوه هو وصحابه للقريه. وعلى الشيخ هذاك ماهوش من الناس، فهم بابا وصحابه انه كل يوم يبيتوا عند واحد منهم حتى يجبدوا الكنز. والليله الاولى بابا قال لهم الليله نضيفوا عندي، وراح شرالو قفه معمره من كلش وجابوا للدار، وقال لماما راني جبت شيخ مرابط ينحي لنا السحر من الدار، هاي ليك القفه ديري له عشا شباب ووجدي له الشمبره نتاع الضيف بايبات فيها. ماما قالت له يا راجل وش من سحر هذا اللي تهدر عنه، وشكون اللي راح يدير لك السحور، وهذا الراجل تعرفه ولا غير لقيته وجبته؟ قال لها نعرفه، هذا شيخ كبير ومشهور وبزاف ناس تعرفه، انا اللي كثرت عليه باه قبل يجي معايا للدار، وزيد عنده قدره باه يسخر هذوك الناس باه يجبدوا الكنوز. يما خلاته وراح تطيب في العشاء. انا كنت في شنبرتي قاعده، من بعد جيت خارجه رايحه للكوزينه لقيت بابا مع واحد الشيخ لابس قندوره بيضاء وداير شيش وجاي طويل وخشين ومكحل عيني ووجهه احمر ورافد سبحه في يده، قاعدين في وسط الدار. شاف فيا ووسع عينيه، انا غير شفته خفت، رجعت نجري لشنبرتي، ومن اللحظه هذه تبدا حكايتي. رجعت نجري لشنبرتي ورحت نطل من الطاقه نحوس نفهم هذا شكون وعلاش جابوا بابا للدار. ماما وجدت العشاء وعيطت لبابا باه يديه. بابا راح للكوزينه وهذاك الشيخ قعد وحده ويخسر في الدار ويلعب بعينيه، يبان انسان ماهوش مليح. انا كنت نطل من الطاقه ونشوف فيه في وسط الدار، ما كنتش نبان، هو كان يدور في راسه ويشوف في التواقي. ومن بعد غير الحق للطاقه اللي انا كنت نطل منها حبس واكد فيها عينيه، حتى وليت نحس عيني جات في عينه. قلت الظلمه ماهوش يشوف فيا، بصح هو ما حبش يدور عينيه ورجع يتمتم ويحرك في شواربه شغل راه يهدر وقعد يخسر فيا. عيني ما همش نورمال، جايين صفر مكحلهم. خفت انا بعد على الطاقم، بعد سمعت بابا يهدر معاه، عاودت رحت نطل لقيته يحطلو في العشاء. ايات عشاو وراحوا دخلوا للشنبره. هبطت انا الكوزينه، قلت لماما شكون هذا؟ قالت لي راك تعرفي باباك قال لك مرابط ينحي لنا السحر من الدار. قلت لها يا ماما ما ارتحتلوش، قولي له ما يزيدش يجيبوه للدار. قالت لي باباك كي تهضري معاه يفهم. بعد قالت لي روحي جيبي لي لمعان اللي كلاو فيهم باباك والراجل. رحت نجيب في المعان، لقيت خاتم نتاع فضه كبير وفيه حجره كحله فوق الطابله. قلت نتاع الراجل هذاك نساه، رفدته باه نمسح الطابله، من بعد عاودت حطيته في بلاصتو ورحت للكوزينه تعشيت وغسلت لمعان وطلعت لشنبرتي. ريحت 3 بالتليفون حتى داتني عيني، لقيت شوي من بعد نسمع في واحد يحل الباب. قلت بالك ماما جاتني كش ما تحتاج.
نحيت الكوات وخسرت في الباب، لقيت واحد طويل وخشين حاكم كامل الباب، ومع الظلمة بين غير الشيش ضارب فيه الضو نتاع القمر فوق راسو، وبدا داخل جاي ليا ونصبح واحد الضبحة كامل وش عندي. الدار كامل ناضوا جاو يجوا ليا للشامبرة، دخلوا شعلوا الضو قالوا لي وش كاين. قلت لهم الشيخ تخليها للشامبرة، وقاعدة نشير بيدي وقاعدة نبكي، قاعدين يخزروا فيا ومخلوعين. قالوا لي وش من شيخ هذا؟ قلت لهم الشيخ اللي جابوا بابا راه تخليها للشامبرة وراه جرية. ماما جات ليا وعنقتني وقالت لي كنت تنومي برك يا بنتي، الشامبرة راهي فارغة. خزرت انا في الشامبرة ما كان حتى حاجة. بعد جا بابا قالنا وش كاين، قلت له ماما الطفلة تعيط كانت تنوم برك. خزر فيا ومن بعد راح، وزادوا خواتاتي راحوا. بعد قعدت معايا ماما شوية وقاعدة تقول لي غير كشفتي في النهار خفتي منه، تخيلتي هذا مكان. بعد قالت لي راني رايحة نرقد وطفيت الضو ورعت. انا على شوي خوافة قلت صح راني نتخيل برك، درت على حساب وش قالوا لي وريحت. تغطيت ومريحة نخمم. كاينة واحد طابل دينوي صغيرة قدامي، وذيك الليلة كان القمر نشوف في حاجة تبري فوقها. رفدت نحوس نعرفها وشنو هي، لقيتها خاتم خشين بصح كانت الظلمة ما كانش يبان لي مليح. قلت بليق ماما من جات نحات نتاعها وخلاتو هنايا. عاودت حطيته ورقدت. الصباح غير نط وحليت عينيا قابلني الخاتم نتاع الشيخ فوق الطابل الدينوي. صوتيت في بلاصتي وش جاب الخاتم هذا لهنا. هبطت نجري لماما، قلت لها الخاتم نتاع الشيخ راه الفوق. قالت لي وش من خاتم؟ قلت لها ارواحي شوفيه، وطلعته معايا للشمبرة ووريته لها محطوط فوق الطابلة. قالت لي هذا البارح انت من رفدتي له معا نسيتيه في يدك وطلعتيه معك. قلت لها راني متأكدة ما طلعتوش. قالت لي هبطيه حطيه في وسط الدار بوك يجي باباك ويمدولو. ريحت نشوف الخاتم وانا دخلني الشك، جبته انا ما جبتوش، فتو انا ما رفتوش. المهم حرت، بعد رفتو هبطو لوسط الدار. العشيه جا بابا عود جمعي هذاك الشيخ. سقسيت بابا قلت له اليوم ثاني بات، قال لي ايه بات. من بعد قال لي في الليل البسوا حوايجكم انتي وخواتاتك وهبطوا للشيخ يرقلكم. قلت له انا ما نبطش راني مليحه ما نرقيش. خزر فيا واحد الخزره وقال لي قلت لك في الليل تهبطي للشيخ ما نعاودش هضرتي، وراح. رحت لماما نبكي، قلت لها قال لي اهبطي للشيخ وانا مانيش حابه. قالت لي يا بنتي باباك وتعرفيه. قالت لي ما فيها والو، اهبطي يرقيك 2 دقايق وروحي. قال حق الليل خاوتي كامل لبسوا هبطوا لوسط الدار، بصح انا كنت خايفه ما قدرتش نهبط، قعدت في شنبرتي. بابا كي شافني ما هبطتش قال لماما روحي، جات لي يا ماما للشنبره وقالت لي البسي وهبطي باباك راه يحوس عليك. قلت لها ما نهبطش الشيخ هذاك يخوف. قالت لي تعرفي باباك مقلق اهبط قبل ما يطلع ليك. قلت لها خلاص دوك نهبط. رحت لبست حجاب وهبطت لوسط الدار، لقيت بابا واخواتاتي قدام الشيخ هذاك. انا نمشي والشيخ هذاك يخسر فيا غير بعينيه. انا هبطت راسي رحت خبيت وسط اخواتاتي. بعد بابا قال له راهم كامل هنا. الشيخ هذاك في الاول قرا القران ومن بعد بدا يهضر في واحد الكلام ماهوش مفهوم، وبعد بدا يتمتم وانا نحس في روحي راسي يتزير. ومن بعد واحد رفد لي يدي وفتحها لي وانا نشوف بعيني، مانيش مامنه شكون راه يحرك لي في يدي. الدار كامل بعدوا عليا بقاو غير يتفرجوا فيا. من بعد الشيخ هذاك قال جيبها لهنا، حسيت رجلي يمشي وتقدمت ليه وحدي. شاف فيا ومن بعد شد لي يدي وجبت واحد القرعه حمراء واغتص فيها صباعو ودارها لي في جبهتي وفي يدي. ثم هبطت يدي وحبست راسي من التزيار. بعد قال بابا كامل يروحوا. انا جيت رايحه قال لي انتي اقعدي، وقال بابا اروح تقعد قدامي. بقيت انا هو بابا، حل يدي لبابا وقال له هاوليك المفتاح. بابا شاف في يدي وقال له صح هذا هو. انا ما فهمت والو. بعد قال لي روح يا بنتي ترقدي، وقال بابا اروح للشمبره نحتاجك.